سؤال مهم جدا وبقى بيشغل بال ناس كتير قوي اليومين دول. يا ترى ليه بننسى كتير؟ يعني هل المشكلة في مخنا نفسه وذاكرتنا باظت، ولا القصة ليها سبب تاني خالص إحنا مش واخدين بالنا منه؟ طب خلونا نبدأ بموقف أنا متأكد إن كلنا مرينا بيه. كم مرة الواحد يدخل أوضة وفجأة يقف كده ويسأل نفسه هو أنا كنت داخل هنا أعمل إيه أصلاً؟ أو يبقى لسه سايب الموبايل من ثواني ومش فاكر هو فين. الحكاية دي مش صدفة على فكرة، والظاهرة دي بالذات هي اللي هنحاول نفهمها مع بعض. طيب، المفاجأة بقى إن النسيان اللي بيزيد ده في الغالب مش معناه إن الذاكرة نفسها ضعفت أو باظت. لا، الحقيقة إن الموضوع أبسط من كده. هو مجرد مراية، انعكاس مباشر لحالتنا الصحية والأسلوب حياتنا دلوقتي. يعني ببساطة شديدة، الذاكرة هي اللي بتدفع تمن إهمالنا لصحتنا بشكل عام. تمام. عشان نفهم ليه بيحصل كده لازم الأول نعرف هو المخ ده محتاج إيه عشان يشتغل كويس. لأنه بصراحة المخ ده عضو متطلب جدا، يعني بيستهلك موارد كتير قوي من الجسم عشان بس يقوم بوظائفه. وهنا بقى في معلومة ممكن تصدم ناس كتير. المخ لوحده بيستهلك حوالي 20% من طاقة الجسم كله. متخيلين الرقم؟ 20%! كل ده لعضو وزنه كله على بعضه حوالي كيلو 400 جرام، كيلو ونص بكتير. ده يورينا قد إيه المخ ده مصنع شغال 24 ساعة، وقد إيه هو محتاج دعم وطاقة من الجسم بشكل مستمر عشان يفضل شغال. طب إيه هو الدعم ده؟ المخ ليه 4 طلبات أساسية عشان يشتغل بأحسن كفاءة ممكنة. محتاج أولاً تدفق دم كويس يوصله، محتاج نوم كافي وعميق، محتاج تغذية سليمة، ومحتاج نشاط بدني منتظم. لما أي حاجة من ال4 دول بتبوظ أو بنأثر فيها، المخ بيبدأ يدخل في حالة اسمها الإجهاد المعرفي، يعني بيبقى مضغوط وبالتالي كفاءته بتقل جداً. وهنا بقى مربط الفرس. تعالوا نشوف إزاي أسلوب حياتنا النهاردة حرفياً بيدمر ال4 أساسيات دول، وإزاي ده هو السبب المباشر في إننا بننسى كتير. نمسك أول مشكلة، ودي مشكلة كبيرة فعلاً: قلة الحركة. أغلبنا دلوقتي يومه عبارة عن قعدة، يا إما شغل على مكتب، يا ماسكين الموبايل، يا بنتفرج على حاجة. القعدة لفترات طويلة دي بتعمل كارثة صغيرة: بتقلل بشكل مباشر تدفق الدم اللي رايح للمخ. وببساطة لما الدم يقل، الأكسجين والغذاء بيقلوا معاه. بس الموضوع مش بس دم وأكسجين، لأ، في حاجة أهم بكتير. الحركة والرياضة بتخلي الجسم يفرز بروتين سحري مهم جدا جدا اسمه PDNF. خلوا الاسم ده في بالكم عشان البروتين ده هو بطل حكايتنا النهاردة. وعلشان نفهم أهميته، في تشبيه عبقري بيقول إنه عامل بالظبط زي السماد للخلايا العصبية. تخيل كده، سماد للمخ، هو اللي بيقوي ذاكرة وبيحسن قدرتنا على التعلم، والأهم إنه بيحمي المخ من التدهور مع الوقت. فلما بنبطل نتحرك إحنا فعلياً بنمنع السماد ده عن مخنا. نيجي للمشكلة التانية، النوم. وطبعا كلنا عارفين قصة السهر والموبايل قبل النوم وإزاي بيبوظوا الدنيا. طيب إيه اللي بيحصل وإحنا نايمين؟ خصوصا في مرحلة النوم العميق، المخ بيعمل عملية في منتهى الأهمية اسمها تثبيت الذاكرة. يعني بياخد كل المعلومات والأحداث بتاعة اليوم وينقلها من الذاكرة المؤقتة للذاكرة الداينة. لما بننامش كويس العملية دي كلها بتقف، والمعلومات بتفضل كده عايمة في الهواء، وتاني يوم بنلاقي نفسنا نسيناها. وتالت كارثة: الأكل. نظام أكلنا دلوقتي للأسف مليان حاجات مصنعة وسكريات، وده بيعمل التهابات في الجسم كله وبيخلي التركيز في الضياع. ده غير كمان إننا غالباً مش بناخد كفايتنا من عناصر أساسية زي الأوميجا 3، فيتامين بي 12 والمغنيسيوم، والحاجات دي نقصها بيأثر على المخ بشكل مباشر وسريع جداً. ونوصل بقى للمشكلة الرابعة، واللي ممكن تكون هي أكبر تحدي بيواجه دماغنا في العصر ده: الموبايلات. بسبب مئات الإشعارات اللي بتوصل لنا كل شوية والفيديوهات القصيرة اللي ورا بعض، مخنا بقى عايش في حالة طوارئ مستمرة اسمها الإجهاد المعلوماتي. إحنا حرفياً بنغرق كل يوم في طوفان من المعلومات السريعة اللي مش بتخلص. وهنا بقى المشكلة الكبيرة. عشان الذاكرة تشتغل صح هي محتاجة تركيز عميق وهدوء، لكن اللي بيحصل دلوقتي هو العكس تماماً. إحنا بنعود مخنا على الانتباه المشتت، وعلى إنه يتنقل بسرعة بين مليون حاجة في نفس الوقت، والنتيجة قدرته على تخزين أي معلومة بتبقى ضعيفة جداً جداً. طيب بعد كل الكلام ده، هل الموضوع خلاص كده مفيش منه أمل؟ لا، الخبر الحلو إن الموضوع مش نهاية المطاف خالص. في خطوات بسيطة جدا بس فعالة قوي ممكن نعكس بيها كل ده.
يلا بينا نشوف إيه هي. وقبل ما نقول الخطوات، في حقيقة مهمة لازم كلنا نكون عارفينها. المخ مرن جدا، عنده قدرة رهيبة على التكيف وإنه يعيد بناء نفسه من تاني. يعني أي تغيير بنعمله حتى لو صغير بيفرق وممكن يكون تأثيره كبير. الحل كله في إننا نرجع نهتم بالأساسيات اللي اتكلمنا عليها. الموضوع بيتلخص في 5 عادات بسيطة. أول حاجة، نتحرك أكتر، مش لازم جيم، مجرد مشي 3-4 مرات في الأسبوع. تاني حاجة، ننام أحسن من 7 ل 8 ساعات. تالت حاجة، نقلل استخدام الموبايل بالذات قبل النوم. رابعاً، ناكل أكل صحي للمخ زي الأسماك والمكسرات. وخامس حاجة، نمرن المخ نفسه زي ما بنمرن العضلات بالقراءة أو بتعلم لغة جديدة أو أي مهارة. ويمكن دي أهم جملة نطلع بيها من كل الكلام ده. الدماغ عضلة، بالظبط زي أي عضلة في الجسم. لو أهملناها ومن غير تغذية وراحة وتمرين، طبيعي جدا إنها تضعف وقدراتها تتراجع. في النهاية، النسيان اللي بنحس بيه ده مش مجرد عرض مزعج وخلاص، هو رسالة من جسمنا ومخنا بتقول لنا إن في حاجة غلط وإن أسلوب حياتنا محتاج يتغير. الاهتمام بصحتنا بشكل عام مش رفاهية، ده هو الأساس اللي بنبني عليه مش بس جسم قوي، لأ، وعقل قوي كمان. وهنا بقى السؤال الأخير اللي هسيبه لكل واحد فينا يفكر فيه: إيه هو التغيير البسيط، ولو حاجة واحدة بس، اللي ممكن نبدأ بيه من النهاردة عشان نبني عقل أقوى وذاكرة أحسن؟ مش لازم تكون حاجة كبيرة، ممكن تكون مجرد 10 دقايق مشي أو إننا نقفل الموبايل بدري نص ساعة. البدايات الصغيرة دي مع الوقت هي اللي بتعمل الفرق كله.